قال له والله قصة حلوة وشيقة وغريبة، ولكن أخاف لسان حال الصديق الآخر ممكن أخذ الرقعة وكتب عليها أنه أما الثلاثة الذي وافوك من قبل ولم تكن سبب إلا من الحيل، وأما من ابتاعك المرجانة والدتي، وأنت أخي بل منتهى أملي، ما طردناك من بخل أو قلل، ولكن خشينا عليك وقفة الخجل. فدائما أحيانا أنه ممكن تكون الظاهر عكس الحقيقة تمام. فاللي يبخل له أخ أو صديق ويثق فيه ويثق بكرم أخلاق، ويجب أن يغلب الظن الحسن على الظن السيء. حبيت والله أني أتحفكم بهذا السالفة. الله يعطيكم العافية.